مبروك لجماهير نادي الزمالك، مبروك للناس اللي ماتت النهارده من جماهير الزمالك سواء امام الشاشات او الناس اللي حضرت المباراه في الملعب. بقول لنادي الزمالك النهارده انت قربت خطوه كبيره جدا في حاله لو انت كسبت او تعادلت الماتش اللي جاي. يعني هو دلوقتي بيراميدز لو كسب هيبقى 54 وانت لو تعادلت مبروك عليك الدوري مع سيراميكا، واللي خرج من المعادله النادي الاهلي. يبقى في حد هياخد دوري اللي هو نادي الزمالك، وبيراميدز هيحافظ على الشراكه في دوري الابطال. فجمهور الزمالك النهارده، الجمهور العظيم النهارده اللي مات النهارده، اللي قاعد يشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه، حاجه ما شاء الله. فربنا اداهم، لان ما ينفعش الجمهور ده كله يرجع زعلان تاني. فربنا كرم النهارده بالفوز. مش هتكلم كتير قوي في حته النهارده تشكيل غلط مش تشكيل غلط، برضو الله يكون في عونك يا معتمد. تحديدا لما احنا عرفنا، احنا كنا مفكرين ان بزيرة قاعد هو مقعده، انما اتضح ان هو عنده شد وحس بشد بقوله امبارح في التمرين الاخير ولا اول امبارح. فالنهارده كان ميعاد احتياطي ان هو لما يحتاجه ينزله، وفعلا لما احتاجه نزله. الراجل نزل عمل له اسيست، جاب منه الجون اللي هو بتاع داي الدباغ، خد بيه 3 بونت. ويكفي ان بزيرة النهارده رد على كل المشككين، كل المشككين بقى، يعني كل المشككين اللي عمالين يقول لك ايه هو فين في الماتشات التقيله. هو ده مش ماتش تقيل؟ هو ده مش ماتش دوري؟ ماتش بيراميدز ما كانش ماتش دوري؟ ماتش اللي وصلك الكونفدراليه الهدف بتاعه ما كانش ماتش تقيل؟ ايه يعني في ماتش الاهلي؟ ما ان فرقه الزمالك كلها في ماتش الاهلي ما جاتش. فرقه الزمالك لو جت في ماتش الاهلي ما كانش الاهلي اتعادل حتى، ولولا الاخطاء اللي هي حصلت من حسام عبد المجيد. خلاص اللي فات مات وخلاص. بس ده لعيب من طراز فريد. هو انا قلت في فيديو من الفيديوهات ومره على الهوا، قلت ان بزيرة ده هو السبب الرئيسي بعد ربنا وجمهور الزمالك ان الزمالك يفضل ماشي في المنافسه على الدوري ويوصلك لدوري لنهائي الكونفدراليه. قلت بزيرة ده. ناس طلعت بتشكك وناس ليها لجان بتعرف تفطس. ومن الماتش اللي فات، يعني انت من ماتش اللي هو كان بتاع بيراميدز، الاستوديوهات كلها كان فيها حزن، تحس كده ان في حد مات. وكان لسه الفنان الكبير الله يرحمه هاني شاكر ما كانش لسه مات عشان نقول ان هو كان مات، فهم زعلانين عليه. كل الاستوديوهات كانت زعلانه بعد ماتش بيراميدز، ورموا الفوطه وخلاص، والجماهير بدات تشتم، وجماهير تقول لك خلاص ده لعيبه مش عارف ايه، ومجلس اداره ما اعرفش ايه. لما كسب ماتش اللي هو الزمالك قال لك رجع الاهلي وجاي من بعيد. جاي من بعيد فين؟ جاي من بعيد ماتش عادي. وبعدين احنا قلنا ماتشات الاهلي والزمالك 50-50، مش شرط تكون كويس قبليها وتكسب. الفرقه دايما اللي بتبقى وحشه هي اللي بتكسب. انت شايل 3 من بيراميدز، طبيعي لازم تنزل تكسب. ولولا الغلطات بتاعت حسام انت ما كنتش هتكسب. احمد ربنا ان انت اقل حاجه رديت اعتبارك شويه قدام جماهيرك ان انت كسبت نادي الزمالك اللي هو متصدر. انما محدش هيشفع لك، لانك انت اصلا صارف المليارات دي عشان تاخد اولا كنت ايه، تحقق مركز محترم في كاس العالم للانديه. رحت وخدت الرابع، اخر فرقه في المجموعه. واللجان ضحكت عليك وقالت لك ايه، خلي بالك اصل احنا احسن رابع، عشان يضحكوا على البهاليل والناس اللي هي اصلا. وكله صدق ان هم احسن رابع خدوه. بعد كده طلعت من دوري ابطال افريقيا وعادي. بعد كده طلعت من كاس مصر. هو طبعا كاس مصر والرابطه كان قبل دوري ابطال افريقيا. فانت طالع موسم صفر السنه دي. فانت يعني الحاجه الوحيده مع انك صفري، يعني الى حد ما قدام جماهيرك تقدر تقول ان انا وصلت دوري الابطال. ما خدتش بطوله بس وصلت دوري الابطال، ممكن تشفع لك شويه. انما لما وصلتش دوري الابطال، حتى لو كسبت الزمالك 100 وجيت هتقول الزمالك بطل الدوري، يبقى النتيجه ملهاش لازمه. ماشي، هتقول لي ده صراع القطبين وما اعرفش ايه وبتتحط في الاسماء، بس هي الماتشات اللي هي بتحسم، اللي هي بتاخد فيها البطوله، تكسب الاهلي او تكسب الزمالك ببطوله، هي دي اللي ما بتتنسيش. المهم ارجع مرجوعنا النهارده، وانا جاي فبسمع في الراديو لقيت فيه 2 من اللي كانوا مبوظين الكرة في مصر. انا بتكلم بمنتهى الامانه. واللي كان فيها اصلا واحد كان في لجنه تخطيط وكان بيجيب لعيبه بتيجي تكلف النادي، من ضمنهم مودست وضمنهم برونو صافي والناس دي. قاعد يقول لك بزيرة مش شكل نادي الزمالك ولا لعيبه نادي الزمالك.
تحديدا، يعني انا طالع اتكلم عليه عشان انت مالك يا عم، خليك انت في اللعيبه البلاوي اللي انت كنت بتجيبها بملايين الدولارات دي، وتيجي تاخد منك فلوس ويمشي واحد جاي شرب كوبايه شاي، اغلى كوبايه شاي ب 3 مليون دولار، والتاني برونو صافي ده جه لعب ماتشين وانت كنت اصلا رئيس لجنه التخطيط. فانت لما تيجي تتكلم عن لا تقدر تتكلم كده على صفقه من اللي هناك؟ ما تقدرش، لان مش هيدخلوك النادي تاني، واخد بالك. والتاني اللي قاعد جنبه برضه مدرب ما كانش بيعدي نص الملعب، وطالع يقول لك لا ما اصل المستوى بتاعه في كيرف نازل. يا جدع ده كل مصر، انديه مصر بتلعب على بزيره بس، بدليل ان النهارده الزمالك الشوط الاولاني اقسم بالله فرقه يعني تحس ان مركز شباب بيلعب، لا ليها لون ولا شكل ولا طعم ولا ريحه. الشويه اللي لعبهم ونزلهم عمل جو، رحت للجون عمل لك اسيست جاب بيه الدوري. يعني لو خدت لو ان شاء الله الزمالك ياخد الدوري ان شاء الله، وانا بقول ان شاء الله لان ربنا مع الغلبان، وانا مع الغلبان ومع الحق. اللي هم جايين اصلا جايبين لعيبه بملايين وما يقدروش يتكلموا عليها، جايين على اللعيب ده وعمالين يفطسوه من يوم ماتش الاهلي. هو فين؟ هو بيختفي ليه في ماتشات الاهلي؟ هو بيروح فين؟ ده بيتحط في الجيب. طب خد الدوري، ضحك عليك وخد الدوري، واخد بالك. فانا كان بس عايز، لان الكلام نرفزني وانا جاي في الراديو. يا عم انت مالك؟ ما تتكلم انت على فرقتك، على ناديك اللي كنت ماسكه. والتاني ده اتكلم بما يرضي ربنا، قول له ان هو فرقه الزمالك. فرقه الزمالك، ولولا هو اقسم بالله الزمالك ما يخش من ضمن السته، لولا بزيره السنه دي في نادي الزمالك وربنا ما يخش. طبعا بعد ربنا وجمهور الزمالك هو ما يخشش نادي الزمالك السته الكبار، وما كانش وصل لنهائي الكونفدراليه. ما انتوا مسكتوا عملتوا ايه؟ مسكتوا اللي مسك لجنه التخطيط واللي مسك مدرب، عملتوا ايه؟ بس هي عنطزيه على الفاضي، وقاعدين في استوديوهات. يا عم خلاص الكوره اتجددت، الكوره اتطورت، الناس دي مش عايزين. ما احنا كانوا عارفيننا في الملعب وهم بيدربوا، هيقرفونا كمان وهم بيحللوا. فحاجه توجع القلب، كل واحد يخليه في نفسه، وكل اللي حارقهم بزيره. طب ما بتتكلموش ليه على زيزو؟ طب على الاقل بزيره ده لسه جاي صغير، عيل صغير و22 سنه، اول مره يلعب في الدوري المصري، وشايل فرقه على كتفه لوحديها، وبيوصلها لنهايات الدوري، وشايل الكونفدراليه لوحده. ما تقدروش تتكلموا ليه على اي حد؟ بين رمضان ده فين؟ ده مش محترف؟ محترف ولا مش محترف؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس، محترف بين رمضان فين؟ هو بين رمضان ما حد بيتكلم عليه ليه؟ حد يقدر يتكلم عليه؟ لا، اصل اللي هيتكلم عليه اللي جانا هتطلع تاكله، فهو خايف، فيقوموا جاي رامي بقى عشان ياخد ريتش. وايه الناس تقول لك ايه؟ ما هو دلوقتي اللي بيشتغل في الاعلام لازم تطلع تهاجم الزمالك ولاعيبته. اللي بيشتغل دلوقتي، اللي بتاخد الخيط تشتغل بيه في الاعلام، اطلع هاجم جماهير الزمالك ونادي الزمالك ولاعيبه الزمالك، والله بتلاقيه قاعد في الاستوديوهات. انا بجيب لكم الخلاصه. على العموم مبروك لنادي الزمالك، مبروك اللي معتمد. قبل ما انسى، عبد الله السعيد النهارده احلى ماتش عملته السنه دي يا عبد الله. ليه؟ لان الباص بتاعك مش مقطوع كتير، الباص بيروح في مكان، بتلعب بحميه، بتلعب بروح، بتلعب بقلب، حتى لو الفني قليل. بس انت النهارده، انا من وجهه نظري من نجوم المباراه بعد بزيره، يعني نجم المباراه بزيره، تيجي انت بعديه صراحه. بعد كده بقى بقول لمعتمد ربنا يقويك على الماتش اللي جاي، وانت العب باتنين راسات حربه. طول ما بزيره مش موجود العب باتنين راسات حربه، واعمل 2 ديفندرات، والعب ب3 مساكين ورا. شوف بقى تعملها ازاي، 3 مساكين ورا عشان تامن في ماتش اتحاد العاصمه. ما تلعبش 4 ابدا في الماتش اللي هناك، تلعب ب3. محمد اسماعيل يبقى ليبرو، ما الونش ناحيه اليمين، ناحيه الشمال حسام عبد المجيد، وقدامهم باك رايت وبنتايج. شوف بقى الباك رايت بقى، عمر لحق ما لحقش، يبقى شوف حد يلعب في الحته دي باك رايت، وتلعب 2 ديفندرات، وتلعب 2 راسات حرب. ده عشان تيجي من هناك باقل. قدرت تجيب جون اهلا وسهلا، ما قدرتش يبقى ان شاء الله ما يخش في الجون. ويبقى هنا بقى ربنا وجماهير نادي الزمالك، ويكون بزيره ربنا نفخ في صورته ورجع، وان شاء الله يبقى يحلها الحلال. مبروك لجماهير الزمالك، وهارد لك هارد لك لكل الناس اللي عايزين الزمالك يقع. الزمالك ان شاء الله مش هيقع لان معاه ربنا. السلام عليكم.